السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم النهارده نعمل رز بلبن بتاع المحلات اللي بيتباع كده بالايس كريم؟ نعمله في البيت بجودة طبعا عالية جدا وبنفس طعم الجاهز، وهنوفر كتير جدا. يعني من الاخر كده قررت اجيب لكم محل بلبن في البيت. هنعمل بنص كوباية من الرز وكيلو من اللبن، 10 أطباق أو 10 علب من الرز بلبن اللي بيتباع عند محل بلبن. حتى في نفس العلب كده هنغرفه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وبربع التمن وأقل كمان من ربع التمن. يعني الطبق عنده أو العلبة دي بتتباع ب35 جنيه، لو ضربته في 10 هتلاقيهم 350 جنيه. احنا هنعمله في البيت وتقريبا هيتكلف 95 جنيه بس. كل الأطباق دي بالزينة بتاعتها بالآيس كريم بكل حاجة هتكلف تقريبا 95 جنيه أو 100 جنيه بالكتير قوي. بس حابه قبل ما ابدا الفيديو اقولك لو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونبدا على طول. هنحتاج اول حاجه لنص كوبايه من الرز المصري بتاعنا. هنغسلها كويس ونصفيها ونحطها في الحله بدون نقع بدون اي حاجه، انا بس غسلتها وصفيتها. حطيتها في الحله وعليها تقريبا لتر من الميه، وعلى نار كده متوسطه هيبتدي الرز ده يتسلق ويغلي كده غلوتين لحد ما يبتدي يتشرب الميه بتاعته، بعدين هنشوف نعمل ايه. دلوقتي انا بجهز الخليط بتاع النشا. ربع كوبايه من الحليب عليها معلقتين كبار من النشا ورشه فانيليا، والفانيليا اللي انا استخدمتها هنا كانت سايله، لو مش موجوده استخدمي البودر عادي مفيش مشكله. هنقلبهم ونركنهم على جنب. اللبن اللي انا هستخدم اللبن السايب بتاع اللبان، بيبقى كده مليان قشطه وبخيره، وكمان 3 ارباع كوبايه من السكر يعني تقريبا 6 معالق، و3 معالق من القشطه. الرز اول ما تشرب الميه بتاعته وصل للشكل ده وللقوام ده هبتدي بقى اضيف اللبن على طول، وهقلب وههدي النار هنا خالص. اهم حاجه ان انا اهدي النار خالص علشان اللبن ما يغليش ويفور ويتقلب بقى على البوتاجاز ويبهدل الدنيا. هبتدي كده اوطي النار وهسيبه تقريبا 10 دقايق ياخد ويدي مع نفسه لحد ما الرز يكمل سوا فيه. وفي المرحلة دي هبتدي اضيف السكر، والسكر هنا اختياري، انا ضفت 3 ارباع كوباية يعني تقريبا 6 معالق. لو بتحبيه محلو عن كده ممكن تزودي السكر، لكن انا بكتفي بالكمية دي لان طبعا بنحط عليه اضافات فما يبقاش مسكر زيادة عن اللزوم. هنا بقى دلوقتي هضيف الخليط بتاع النشا بالتدريج كده مع التقليب المستمر لحد ما يوصل للقوام ده، وبعد كده هطفي النار خالص وهبدا احط اخر اضافه هي القشطه. ودي برضو قشطه بلدي مجمعاها من على وش اللبن، تقريبا كده معلقتين او 3 كبار من القشطه، بتخليه كريمي جدا وتخليه بقى إيه وشه كرمش زي اللي بيتباع جاهز كده بالظبط. ضفت القشطه بعد ما طفيت النار خالص وقلبت تقلبتين. طبعا السخونيه بتاعه الرز بلبن هتخلي القشطه تفك كده وتدوب جواها، وده قوامه ما بيبقاش تقيل قوي. انا بنزله من على النار او بطفي النار وهو بيبقى ايه شبه سايل كده شويه. طبعا لما بيدخل التلاجة بيبتدي يجمد عن كده ويتماسك اكتر. دي الاطباق بتاعت بلبن غرفت فيها، بس سبته يهدى شويه لان طبعا الاطباق دي بلاستيك، فهغرف فيها بقى الرز بلبن بتاعي كله. اي زيادات بنمسحها بمنديل، بنظبط الاطباق وبنسيبه يهدى خالص ويبرد وبعد كده اغطيه. العلب دي لها اغطيه، لو ما فيش لو هتحطيه في اطباق وما لهاش غطيان بتبتدي تغطيه باي حاجه، ممكن مثلا كيس او فويل او ستريتش، باي حاجه بتغطي الاطباق بتاعتك علشان تدخل التلاجة وتبتدي الوش بتاعها يكرمش ويدينا المنظر اللي هو اللي احنا بنشوفه بتاع الجاهز بالظبط. سبته بقى في التلاجة هدا خالص وسقع، وساعة التقديم ببتدي ازينه. التزيين ده اختياري، انا بديكوا الافكار طبعا هو بيتباع كده، يعني دي مش افكار من عندي. هو الرز بلبن بيتحط عليه بولات ايس كريم فانيليا، ممكن طبعا اختياري نحط اي نكهة ايس كريم، مانجا، شوكولاتة، مفيش اي مشكلة. وده فستق كداب كنا عاملينه مع بعض على القناة. وزينت بصوص كراميل وصوص شوكولاتة، كانوا برضو عندي من زمان جدا من قبل رمضان، كنت شارياهم وكان فايض عندي بقى احطهم في التلاجة بينفعوا بقى لأي وصفات زي الوصفات دي. ممكن نحط قطع مانجا. والف هنا وشفا. عملت معاكم الرز واللبن بتاع بلبن بالظبط بنفس الجودة واحسن كمان. يا رب يعجبكم، ما تنسوش ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. هكتب لكم في صندوق الوصف كل المكونات وكمان التكلفة بالظبط. بشكركم جدا، اشوفكم على خير في وصفات احلى. سلام عليكم.